ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. بصوا، انا ده فلتر لكل الناس يعني. لان انا مش دايما يعني الانسان جاهز للقاء الجماهيري، فالفلتر بيسهل يعني. بس معرفش الصراحة الفلتر ده هل على حد تاني هيبقى بنفس الشكل؟ يعني هو مغير كتير، هو حاطط شعر وكده، بس مش عارفة الصراحة، ما جربتوش على حد. هبقى اجربه على جوزي. آه، المهم ايه، النهاردة جاية اتكلم عن شخصين، ام جوجو وسموح وموح، مع ان انا يعني بطلت رياكتات. بس يا ولاد، قلت لكم ان انا بطلت الرياكتات. بس يعني ما يضرش يعني لما اطلع كده بفيديو ولا بتاع اتكلم فيه عن ايه، عن حبايبنا الحلوين. شفت الموحة. هنبتدي بالشخصية الأكبر طبعا. وإيه، وقاعدة بقى أنا معرفش هو كان، بس أنا شفته الصراحة. أنا دايما بشوفهم على الفيس، يعني ما بدخلش كتير على اليوتيوب، مع إن هما الاتنين بياخدوا فلوس يعني، دولارات دولارات. المهم. فبعدين بص، هو الكاميرا بتشتت انتباهي، يعني احسن لي احط صور واتكلم، فمعلش بقى، فبحس ان انا متشتتة. المهم يا حبايبي يا حلوين، ايه، قاعدة بقى وعمالة. انا الشخصيا ما بتحملش الفيديوهات الطويلة، 20 دقيقة وال30 دقيقة، فبمل. وهي كان يا حبايبي الفيديو بتاعها طويل طويل، 26 دقيقة او حاجة زي كده. المهم انا ايه، جريت. اما جريت برضو ما فهمتش، رحت ايه خارجة. بس يعني البركة في بتوع الرياكتات برضو اللي هما بيعملوا. ففهمت ان هي آم آم حما، يعني اخو حماتها، اخو حماتها. هي بتتسمى كده. المهم يعني حد من عائلة اهل جوزها مات، توفى الى رحمة الله، الله يرحمه يعني. ودي قاعدة وعمالة تقول مقدمة طويلة عريضة وحكايات. المهم يعني مش وقته، يعني المتاجرة مش هتبقى كمان في الموت، يعني قاعدة اكتبي كده كلمتين وقولي توفى إلى رحمة الله. وما لفش داعي يعني تطلعي وتلبسي وتتهيئي وتفتحي الكاميرا وتقولي الكلمتين يعني. وهو حد مش من العصبي، يعني مش مامتك ولا حماكي ولا حماتك، حد يعني بعيد. بس يا ولاد، فبس انا شخصيا يعني كتبت يعني من ايميل هي مش هتعرفه طبعا. ايميل الشخص. فقلت يعني هي المتاجرة مش هتوصل ان الواحد يعني تاجر في الموت، ما فيش داعي يعني للظهور ده يعني. بس دي الحكاية التانية بقى بتاعت ايه، ام جوجو. فطبعا عارفين ان هي في كده تلاقيح بينها وبين حد كبير، يعني بتاع رياكت كبير، قناته كبيرة اكبر منها طبعا بكتير. وايه، وهو يعني على ما اعتقد ان عادي يعني الناس تقول لبعض حاجات، يعني طالما ما فيش عيب في الشخص، او ما بيشتموش او ما بيجرحش فيه، بينتقدوا في حاجات عادي يعني. وعلى ما اعتقد ان هو كان هو كوميدي يعني. انا بشوف له حاجات كوميدية، يعني ما بيغلطش في حد الا ما بيكون هو حد شخص يستاهل. بس يا ولاد، حبايبي بقى بلاش يا ولاد دي، عشان ما بقاش انا ماما يعني. مع انكم كلكم اولادي. المهم ايه، بتشتت يعني. الكاميرا بتسحبني يا ولاد، هعمل ايه؟ المهم بطلع. بس فهي ايه، عاملين حرب، يعني ان هو مزونة عمال يعمل رياكت، عمال يعمل له مخالفات وحاجات زي كده. فالشخص التاني ده الكبير ده اسمه احمد او حاجة زي كده، ان هو زعلان وبيقول هو ده اكل عيش، وهي نفسها بتزعل من قطع الارزاق والحكايات دي. بس هو مش ده الكلام الاساسي، يعني هي معروفة ان هي جواها مش حلو، يعني ما يغركمش ترفع ايدها كل جمعة وتدعي على اللي بينتقدها او كده، بس هي جواها مش صافي. المهم
انا دايما ان وشي هرشني وهيبان ان هو فلتر. المهم المهم ايه، ف الحكايه اللي انا جايه اقولها بقى ايه الاكتر يعني. مزونة زعلان وعمال ايه، راحت مصيف، عقبالنا يا رب ما ننزل مصر ونروح مصايف. بس بقى يا حبايبي يا حلوين، ف عاملين مزونة زي ما قلت، مزونة قبل كده، مزونة. آه عمال يقفل، قال ايه، هي طلعت مصيف وعمال يقفل في ستاير البلكونة بتاعت المصيف، ومازن مش واخد باله ان المدام طالعة بشخصها وبلحمها وبشحمها. الكلمة دي ممكن تغيظهم يعني، بس هو مش واخد باله من الحكاية دي، ان هي كمان بتلبس بتلبس اللي بتاع اللي هو الخمار، بس ايديها بتبان نصها او تلات ارباع ايديها بتبان. وركزوا في الفيديوهات وهتشوفوا، وربع شعرها دلوقتي بيظهر وعادي. مزونة مش واخد باله من الحكاية دي، وزعلان بس ان جيرانها هيشوفوها، وأمة لا إله إلا الله كلها بتشوفها ومش فارق معاه، وبتطلع وبتوطي وبتقوم، وكلنا عارفين بقى الروتينات والحركات يعني. بس بقى يا حبايبي، يعني هو دي الفيديوهات القصيرة الجميلة الرقيقة بتاعتي. بس بقى أشوفكم على خير، يلا سلام، باي باي.